جريمة تهز الجبال والكيان ولا تهز شعرا من رأس الإنسان. يا من تحولتم بين ليلة وضحاها من تجار الحروب والسياسيين عرابيين إلى حقوقيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، فإننا في مؤتمر ستار ومنذ بداية تأسيسها هدفنا هو تنظيم المرأة والدفاع عن كل مكتسباتها ضد السلطة والدهنية الذكورية. ولكن على الرغم من ذلك حتى الآن تتعرض النساء للقتل والضرب والتعذيب والاغتصاب على يد أزواجهن وآبائهن وأخوانهن، ومئات النساء حتى الآن يقعن ضحية التزويج القسري وتعدد الزوجات، فلا ينظر إليهن إنهن بشر في المجتمع والحياة. وحتى الآن تتم المتاجرة بجسدهن وبيعها كممتلكات نتيجة للعقلية الذكورية التي تستهدف مكانة المرأة وحريتها. ففي حسكة فتاة قاصرة تقتل بأبشع الطرق وبعقلية متخلفة، وإرثها أحفاد الموجود في قرن 21 غصبت طفولتها لتصبح كناجة في عيد الأضحى تذبح على أيادي متوحشة وقذرة لا يخافون الله ولا توجد رحمة في قلوبهم. فهذه الجريمة التي حدثت بحق المواطنة عيدة حمودي التي كانت حقيقتها نتيجة العقلية السلطوية الذكورية رافضة للحياة الحرية الندية والمساواة بين الرجل والمرأة، فهي قضية إنسانية ويجب مساندتها بكافة الوسائل. فإننا الفشعة التي تناءى عنها جبين الإنسان في حسكة وتسبب بمقتل المواطنة عيدة حمودي وإحالة قاتلها إلى قضاء ومعاقبته بأبشع وأشد الوسائل ليصبح عبرة لمن يعتبر. وندعو جميع النساء في شمال وشرق سوريا للتنديد بهذه الجريمة البشعة، ونطالب جميع القوى والأحزاب والحركات النسائية للوقوف بحزم أمام هذه الانتهاكات بحق المرأة ليعم مجتمعنا بالحرية والمساواة، وتكون فيها المرأة رائدة التطور والبناء والرقي الحضاري والإنساني. جين جيانا